السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور مان خيري في فيديو جديد. في الفيديو ده يا جماعة احنا عايزين نتكلم عن مشكلة كبيرة خالص، وحاجة احنا مهما ننبه عنها ومهما نتكلم فيها مفيش فايدة برضه. كل يوم بنسمع عن المشكلة دي بتحصل في أماكن وفي صيدليات على مستوى الجمهورية، ونفسنا بجد يا جماعة المشكلة دي تنتهي ومش هنبطل نتكلم عنها طول ما هي موجودة، لأن هي حاجة بصراحة يعني مسألة حياة أو موت. الموضوع يا جماعه هو حقنه البرد او الحقنه الثلاثيه او زي ما بتسموها في اي مكان حقنه تكسير العظم او الكلام ده كله. يا جماعه مكونات الحقنه دي في حد ذاتها حاجه قاتله. الحقنه دي معروف او متداول او زي ما الناس بتطلبها هي عباره عن حقنه مضاد حيوي وحقنه مضاد للالتهابات، فولتارين، كنافلام، اولفين، كتولاك، اي حاجه من الحاجات دي، وبيحطوا معاها حقنه ديكساميثازون او حقنه كورتيزون. ممنوع اصلا اول حاجه المضاد الحيوي، ممنوع انك تاخد مضاد حيوي اولا بدون وصفه طبيه، يعني بدون ما دكتور يشوفك كده ويشوف انك انت محتاج لمضاد حيوي. ثانيا ممنوع انك تاخد بعض المضادات الحيويه بدون اختبار حساسيه، و90% من المضادات الحيويه بتتكتب او بتتصرف في الخلطه دي بتكون محتاجه اختبار حساسيه. ثالثا ممنوع انك تاخد مضاد حيوي اقل من الكورس اللازم، مش اللي هو حقنه كده وخلاص وحاطط معاها كورتيزون وحاطط معاها مضاد الالتهابات. فدي 3 مصايب في حد ذاتهم ممكن يعملوا مشكله كبيره جدا. تاني حاجه مضاد الالتهابات اللي هو فولتارين، اللي هو كتافلام، اللي هو كتولاك. الحاجات دي يا جماعه غير ان لها مشكله على المعده ولها مشكله على القلب، لانها ممكن تسبب ارتفاع في الضغط بشكل كبير جدا، وتجيب ضغط لو انت ما عندكش ضغط، وتجيب لك سكر لو انت ما عندكش سكر. فدي برضو مشكله كبيره خالص، اللي هو يعني حتى مش تاخدها حتى لوحدك، يعني بدون المضاد الحيوي حتى ما تاخدهاش حتى من غير استشاره دكتور او صيدلي. ثالث حاجه بقى والمصيبه الكبيره وهي الكورتيزون. الكورتيزون والديكساميثازون اصلا ما بيتاخدش للبرد، لان هو اصلا بيأثر على المناعه وبيعمل سكر وبيعمل ضغط وبيعمل مشاكل كبيره جدا. فهي تركيبه كده كلها على بعضها غلط، كلها على بعضها غلط وقاتله ومميته، وده اللي بيحصل كل يوم في كل صيدليه وبنسمع الموضوع ده كل يوم. يبقى احنا يا جماعه لازم نتوقف عن ان احنا نستسهل ونروح ناخد حقنه 3 في 1، ندخل اي صيدليه ونقول للموجود فيها اديني حقنه برد 3 في 1. ده يا جماعه زي ما قلنا حاجه خطر ومميته. وافتح بس النت، افتح جوجل واكتب عن اضرار الحقنه الثلاثيه او اضرار حقنه البرد، وانت تشوف بنفسك الاثار والاضرار وكميه الناس اللي حصل لها مش هنقول يعني مشاكل، حالات وفاه بسبب موضوع الحقنه الثلاثيه. طيب ايه الحل؟ ايه الحل يعني او ايه الصح المفروض يتعمل؟ انت دلوقتي راجل جالك برد او تكسير في الجسم او عندك مشكله، تروح الصيدليه تروح تكشف، هتلاقي في ادويه لعلاج اعراض البرد واللي بتاخد وقتها كده كده وبتروح. انت كل حاجه انك تاخد لك علاج بسيط للبرد يعالج معاك اضرار اعراض البرد اللي برضه هتاخد وقتها وتروح من غير اي ادويه. بس بنقول ان الادويه بتقلل شويه من دور البرد، بتقلل من اعراضه، بتقلل من وقته. انما انك تروح تعمل غلطه كبيره زي ان انت تروح تاخد حقنه 3 في 1 فيها مضاد حيوي وفيها مضاد الالتهابات وفيها كورتيزون، 3 حاجات دول يعني ان حقنه المضاد الحيوي ما كانش عندك منها حساسيه وموتتك، فحقنه المضاد الالتهابات هتزود عندك فرصه الاصابه بالضغط والسكر، مشاكل في المعده. الكورتيزون هيعمل لك مشاكل، هيسبب لك انك انت تبقى مصاب بالسكر بالضغط ويقلل عندك المناعه. فيبقى الموضوع مش بالبساطه اللي الناس فاكراها. الناس بتيجي عندنا الصيدليه عايز حقنه البرد، والله ده ما فيش حاجه اسمها كده. يبص لك بصه اللي هو يعني انت ايه دكتور مش فاهم، دكتور يعني عايز تبيع برشام وخلاص، او مش عايز تديله حقنه وتفهمه ان الحقنه دي غلط وان لها اضرار، ولا بيطلع من عندك ويخش اي صيدليه ثانيه وياخد الحقنه ويقول لك انا ما ارتحتش غير عليها. وهو كده كده زي ما قلنا الدور البرد او دور تكسير الجسم بياخد له يوم 2 3 وكده كده ممكن من غير اي علاج خالص بينتهي وبدون اي مشاكل. بس ما فيش فايده، الناس مش عايزه تستجيب. كل يوم بنشوف على النت حاله وفاه بسبب الحقنه دي، اطفال صغيره بسبب المضاد الحيوي اللي ما بتعملوش اختبار حساسيه، ناس كبيره بسبب برضه حقنه المضاد الحيوي، الناس اللي بيجي لها ضغط وسكر بسبب الموضوع ده، الناس اللي بيجي لها مشاكل في الكبد في القلب.
طبعا انا مهما قلت عن اضرار الحقنه دي فمش هقدر اوصل لكم ازاي الحقنه دي مضره وازاي الحقنه دي قاتله. فبقى يا جماعه اي حد بيسمع الفيديو ده ويشوفني وما يعرفش مشاكل الحقنه دي، يا ريت ياخد من الفيديو ده اعتبار وعظه. يا ريت لو انت تعرف ناس مصممين ان هم لسه ياخدوا الحقنه دي للبرد، ابعت لهم الفيديو ده وخليهم يشوفوه وخليهم يقروا عن اضرار الحقنه الثلاثيه او حقنه البرد، لان الموضوع لا يستهان به ولازم ننشر المعلومه دي في كل مكان. لان يا جماعه الموضوع مش سهل ومش بسيط، ومش هتعرف قيمته غير لما يحصل مشكله لحد انت بتحبه او حد انت تعرفه. علشان كده لو شفت الفيديو ده فهو مسؤوليه وامانه في رقبتك ان انت تنشره في كل مكان. اتمنى لو في اي معلومه انت عايز تسال عنها، اي دواء، اي حاجه عايز تسيبها لي تحت في التعليقات وانا هجاوبك عليها ان شاء الله. واتمنى انك تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان وتشترك في القناه علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله. واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم.